في الفيديو ده في كلام هيتقال ممكن يأذيني انا شخصيا، لان الكلام ده ما ينفعش ان انا اتكلم فيه خالص. وطبعا كلكم عارفين مين هم اللي ممكن يؤذوني. ايوه، هم الجماعه الماسونيه. الفيديو ده لو جاب فوق ال 100,000 مشاهده وارد بنسبه 99% ان حد من اتباعهم يكون شافه، والله اعلم باللي هيحصل بعد. قبل بدايه الفيديو حابب اعرفكم بنفسي. انا عرب، موجود معاكم على جميع منصات السوشيال ميديا، وبقدم فيديوهات عن الغموض والاثاره والتشويق. واكيد هكون حابب دعم كل شخص بيشوف الفيديو بانك تشترك في القناه عشان اشوف عدد الناس اللي بتحب المحتوى بتاعي، ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لغيرك ويفهم كل حاجه. ثانيا، كل ما عدد اللايكات بيزيد ده بيحفزني ان اعمل فيديوهات واطور من نفسي اكتر. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، خلينا ندخل في موضوع الفيديو على طول. مبدئيا كده الفيديو بتاعنا فيه 3 نظريات: النظريه اللي عايزين يوصلوها لينا، والنظريه الحقيقيه، ونظريتي انا الشخصيه. اولا عايزين نتكلم بالنظريه بتاعتهم واللي عايزين يوصلوه لينا. يقولوا لك ايه بقى؟ فكره الجدار الجليدي بترجع للعصور القديمه، وان الجدار الجليدي ده بيفصل ما بيننا وما بين عوالم تانية، وان وظيفه الجدار الجليدي ان هو يمنع الطبيعه من ان المناخ بتاعها يتغير ويحافظ على درجه البروده الحاليه. وكمان في اساطير بتقول ان الجدار الجليدي ده بيحمي الارض من كائنات خطر عايشه وراه. ومع تقدم العلم وتطور التكنولوجيا بدا ان يكون في اكتشافات في القطبين الشمالي والجنوبي، والاكتشافات الاخيره دي بتقول ان فعلا في جدران جليديه موجوده. بس كل اللي بتقول الاساطير والثقافات ده كله اي كلام. والصح ان هي جدران جليديه عاديه اتكونت على مر الزمان بسبب تغير عوامل الطبيعه والمناخ. طب معلش، بس منين بتقولوا انه في تطور في العلم وتطور في التكنولوجيا وفي نفس الوقت بتكذبوا الكلام ده؟ حرفيا كلامكم متناقض قوي. وعشان يبرروا لنفسهم كل الكلام اللي قالوه، طلعوا الجماعه اللي احنا عارفينهم بيقولوا ايه؟ ان في مؤامره معموله علينا وكلام بيتقال علينا ان موجود اسرار ورا الجدار الجليدي، وان في اسرار خفيه وقواعد عسكريه تامه موجوده ورا الجدار. انتوا لو قاصدين تقولوا ايه اللي ورا مش هتتكلموا كده. وعشان يشتتوا تفكيرك ويحسسوكوا ان هم خايفين عليك، يقولوا ان من الناحيه البيئيه ان الجدار الجليدي مهم جدا على الارض، وان هو بينظم عوامل الطبيعه، وان الجدران الجليديه لو دابت فيها هتشكل خطر كبير على الارض. ثانيا، النظريه الحقيقيه والقصه الحقيقيه اللي المفروض نعرفها. ترى ايه اللي موجود ورا الجدار الجليدي؟ الجدار اللي موجود في اخر كوكب الارض، المكان الغامض اللي محدش يعرف عنه اي حاجه. طب هو فعلا فيه وحوش خطر على الارض وموجوده ورا الجدار والمنظمات العالميه مخبيه علينا؟ واحنا ازاي من الاساس اكتشفنا ان في جدار جليدي؟ وليه ما ينفعش حد يروح هناك الا لما ياخد تصريح؟ وليه اصلا المنظمات العالميه موقفه قوات كبيره هناك عشان ممنوع ان اي حد يدخل ويصور، ومحدش يقول لكل الاحترازات دي عشان خايفين على اللي يروح هناك؟ من الاخر كل ده كلام فاكس. لما تسيبوا اللي يروح هناك يضحي في سبيل انه يكتشف ويكشف للعالم الحقيقي. قاره انتاركتيكا هي السر الغامض ورا كل الاجوبه الخفيه دي. القاره مليانه بالغاز كتير، الالغاز دي لو خرجت للعالم هتغير شكل الحياه تماما. خلينا نتعرف على القاره دي واحده واحده، لان كل اللغز والحل فيها هي. Be a fucking international headline in about 5 minutes. Australian Navy ship shooting. Facing our way. Bad boys, bad boys. Is it? The turret is turning our way. The turret's turning at us. Wait, we should hide Adrian in case they think we're talking. Going that way. We're just traversing. Is there a helicopter coming at us now? Are we late? I don't know where. Just travel, just go. Just go. Sent out the chopper. That's a drone. Is it? That's unreal. When people say why the lie, one of the main answers is they're hiding more land. What if we can truly become free? القارة دي اكتشفت من قبل حوالي 600 سنة من خلال الأقمار الصناعية، وكمان ظهر فيها 3 أهرامات مشابهة للأهرامات بتاعتنا بالظبط في الجيزة. والقارة دي فيها كمان بوابات بتوديك على الأرض المجوفة، والأرض المجوفة دي هي عالم تاني غير اللي احنا عايشين فيه تماما، بيسكنوا حيوانات وبشر ومخلوقات احنا ما نعرفش عنهم أي حاجة. ودي شوية معلومات بسيطة اكتشفها شخص بيحب السفر والفضول في معرفة تاريخ الحضارات القديمة. من بعد ما وصل للمعلومات دي هو اتعامل معاه تحقيق، ومن يوميها هو اختفى تماما من على وجه الأرض.
الارض، وتقريبا كان هو من اول الناس اللي خاطرت بحياتها وقرر ان هو يروح ويكتشف السر الخفي. ومن وقتها وبدات الدول العظمى في انها تحط خطه محكمه بانها تبني معسكرات وقواعد عسكريه عند الجدار الجليدي، وانهم يمنعوا اي حد من انه يقرب هناك. ومن فتره مش بعيده اكتشفت وكاله الفضاء ناسا ان في مدينه على عمق 2 كيلومتر من سطح الارض، والمدينه دي اللي هي موجوده جوه القاره القطبيه الجنوبيه اللي هي انتاركتيكا. وكمان في اثار اقدام على خط سير مستقيم لمخلوقات مش معروف ايه جنسها. لا ومش ده اللي يحير وبس، اللي يحير اكتر ان وكاله ناسا اكتشفت ان في 3 اهرامات على حدود القاره زي اهراماتنا بالظبط، وده دليل قوي على ان القاره القطبيه الجنوبيه مش مجرد صحراء جليديه وبس، لا ده وراها سر عظيم وحضارات قديمه. واللي انت سمعته ده كله مش مكمل 1% من اللي لسه هتسمعه دلوقتي. ومن هنا بقى بدات الاكتشافات للقطب الجنوبي لتاني مره في التاريخ بمحاوله من الطيار الامريكي ريتشارد بيرد، بمحاوله بانه يعمل رحله طيران بالطياره الحربيه بتاعته فوق مساحتها اللي بتغطي 13 مليون كيلومتر مربع. وبالفعل ريتشارد بيرد خد الرحله بتاعته بسلام ورجع بمعلومات سريه. والرحله بتاعته كانت متكونه من حوالي 700 جندي وطيارات حربيه كتير واسلحه متطوره ومتقدمه، وده كله عشان يكتشفوا ويحاربوا اي خطر في علم الغيب ممكن يقابله. والرحله الاستكشافيه دي كانت خطتها انها المفروض تستمر لمده 6 شهور، بس فجاه ومن حيث لا تدري بعد 3 اسابيع بالظبط تم سحب القوات، وده كله لسبب محدش اعلن عنه اي حاجه لحد دلوقتي. وكل اللي قالوه ان هي صحراء جليديه عاديه وما فيهاش اي حاجه. ومع الرغم ان امريكا كانت في حرب مع الاتحاد السوفيتي الا انهم قرروا انهم يتحدوا مع بعض بعقد اجتماع طارئ مع 53 دوله على مستوى العالم. والاجتماع الطارئ ده عشان يحطوا معاهده مفاجاه بخصوص القطب الجنوبي، والمعاهده دي بتنص على انها بتمنع البشر من حاجات كتير قوي. والشروط اللي اتحطت دي كانت جايه من قوه اعظم من امريكا والاتحاد السوفيتي. والمعاهده بتنص على حظر جوي وبحري على اي استكشافات تخص القاره الجنوبيه، وكمان حظر اي تواجد عسكري يخص اي دوله، وممنوع استخدام اي نوع من انواع الاسلحه. ومن وقت الاعلان عن شروط المعاهده دي والدنيا اتقلبت تمام. اللي هو ازاي كل ده يحصل بسرعه؟ القوات انسحب في خلال 3 اسابيع مع ان المفروض انها كانت تستنى 6 شهور. كمان بعد ما انسحبوا محدش اتكلم عن اللي شافوه جوه. وكمان في معاهده طارئه اتحطت بسرعه والكل مجبور ان هو يمشي بتعليماتها وشروطها. الاغرب بقى في الموضوع ان الطيار الحربي ريتشارد بيرد قرر ان هو يظهر في لقاء تلفزيوني ويصرح باللي شافه. واللي شافه مش مجرد صحراء جليديه وبس، لا ده فيها كائنات وتطورات وحاجات كتير اعلى من البشر بمراحل. بعد التصريح ده بتاع ريتشارد بيرد اللي هو المفروض واحد منهم اختفى تماما لحد وقتنا ده ومحدش سمع عنه ولا يعرف عنه اي حاجه. ثالثا بقى النظريه الثالثه، والنظريه دي بتاعتي وانا برجحها بنسبه 99%. النظريه بتاعتي بتقول ان اي عالم او مستكشف عمل اي حاجه هتفيد البشر والجماعه اياهم مش عايزينها توصل لينا، بياخدوا الاشخاص دول وبيعيشوهم مجبورين في مكان ما في القاره القطبيه الجنوبيه، وفي نفس الوقت يشتغلوا على الابحاث بتاعتهم، بس اللي يستفيد بيها المنظمه المتحكمه فيهم وبس. والمنظمه دي هي اللي تقرر ايه اللي المفروض العالم يعرفه وايه اللي المفروض ما يعرفوش. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى انك تكون استفدت بقدر الامكان. وكان ضيف الحلقه معايا النهارده اخويا وحبيب قلبي اللي منورني مصطفى. لو في اي قصه فيها غموض او اثاره وحابين ان انا اتكلم عنها هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن تحت الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.